السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد عبد الهادي من قلب الإمارات، دبي. النهاردة ممكن أحكي لكم أو أقول لكم إزاي لو أنتم حابين تقدموا على ال- شغل الفنادق والهوسبيتاليتي كارير. تمام. الكارير ده الصراحة أم، ده اللي أنا يعتبر شغال فيه. تمام، بقالي فترة تقريبا 10 سنين أو 8 سنين. أنا عملت شيفت كارير كتير. بس غالبا مستقر دلوقتي في الهوسبيتاليتي، يعني اتنقلت من الريسبشن للريزرفيشن للسيلز للريفينيو. فده اللي مستقر فيه شويه. فحابب اقول لكم لو انتم حابين، دي من اسهل الحاجات اللي ممكن تقدموا فيها هنا في دبي. يعني هم ما بيحتاجوش خبره خالص. تمام، كل اللي انت بس محتاج تكون عارفه يعني الانجليزي طبعا، ودي اتكلمنا فيها في فندق اتكلمنا فيها في فيديو قبل كده مفصل. اللغه الانجليزيه اللي انت لو ما بتعرفش تتكلم انجليزي بلاش تيجي دبي، بلاش تضيع وقتك. تمام، لان انت هتحط نفسك في شريحه موظفين او شريحه آه، وظائف تمام قليله جدا ومش هتكفيك. هتتكلم بقى ب 1200 درهم في الشهر ولا 800 درهم في الشهر، تمام، من غير باكج من غير اي حاجه خالص. فهي الفكره، حاول انت خلال الشهرين ثلاثه بتوع الصيف زي ما اتكلمنا، اللي انت حاول تتعلم اكتر اللغه الانجليزيه، تتحاول اكتر اللي انت تتمارس اللغه الانجليزيه. تمام، واتكلمنا برضو عن الانترفيو. لما توصل الانترفيو ازاي تعدي الانترفيو، ازاي تحاول تبيع نفسك في الانترفيو بمعنى اصح. دي حاجات احنا اتكلمنا فيها والفيديوهات موجوده، لو انتوا حابين ممكن تروحوا على القناه وتشوفوها برضه. يعني الفيديوهات هي 10 دقائق 9 دقائق، مش كتير. تمام، نرجع تاني. لو انت حابب آه للاسف التليفون مغطي على المرايه اليمين وانا مش هبقى شايف وانا سايق ومش عارف احركه ازاي. ربنا يستر بقى. الحمد لله. الحمد لله يرحمكم جميعا. تمام. في الفنادق انت محتاج بس حاجتين: انت بتعرف تتعامل مع الكمبيوتر او البي سي. تمام. الحاجه التانيه اللغه الانجليزيه، اللغه الانجليزيه متوسط عشان تبتدي بس. تمام، لان طبعا انت في الفنادق انت في دوله عربيه وكل حاجه. لو انت في دبي مش هتتعامل مع عرب كتير، لكن مثلا خلينا نقول انت رايح راس الخيمه، بتقدم في راس الخيمه، بتقدم في عجمان، بتقدم في الشارع، بتقدم في ابو ظبي. تمام، ممكن هناك تلاقي عرب كتير، وخصوصا اخواتنا من الخليج يعني. ما شاء الله. تمام، لكن في دبي معظمها اجانب، ودي من اكبر المدن اللي موجوده طبعا في العالم بتستقطب السياحه والسياح. فهو الانجليزي هتبقى اللغه الرئيسيه معاك هنا في دبي. تمام. في رقم واحد طبعا، اي حد بيكلمني اقول له خش على لينكد ان. لينكد ان يا جماعه فيه كميه فرص كتير جدا. نعم، اي نعم، مؤخرا آم، في تزاحم عليه كتير. تمام، بسبب الهنود اللي موجودين هنا وجنسيات الباكستان والفلبين. كتروا جدا الصراحه، احنا بقينا اقليه. والفكره برضو هم عندهم بعض المقومات اكتر منا. رقم واحد اللي هم ما بيشتكوش وما بيتكلموش ويعملوا آم، صاحب الشغل عايزه باقل سعر، يعني هيعمل احسن مننا وبسعر اقل. انا كصاحب شغل ليه ما عينوش؟ فاهم؟ هو معروف عنهم اللي هم ما بيشتكوش، يعني مش زينا. فدي بس الفتره الاخيره احنا ملاحظينها، يعني الناس اللي عايشه هنا بقالها كتير. فهم ملاحظين حاجه زي كده، اللي بقى فيه تقديم على الوظائف كتير شويه. انت بتخش طبعا في الوظيفه لما تشوفها بتشوف كام ابلكيشن تقدم على الوظيفه دي. فهو رقم واحد لينكد ان، ده اللي انا جيت من خلاله من خلال 6 سنين فاتوا. ده عن طريقه انا جيت دبي، قدمت على لينكد ان، عملت الانترفيو، خلصوا لي الفيزا الحمد لله. عملت 3 انترفيو على ما افتكر. خلصوا لي الفيزا، دفعوا لي التيكت، عملوا كل حاجه، انا ما دفعتش اي حاجه خالص. تمام. فاحب اوجه كل واحد حابب يجي في دبي، خش الاول، ادي لنفسك شهر. تمام، افضل قدم 24 ساعه قدم. وطبعا انت قبل ما تقدم لازم تكون شايف الفيديو بتاع السي في، ازاي نعمل السي في. دي من يعني خلينا نقول 95% من تقبلك في الشغل ولا لا. اصلا علشان السي في بتاعك يروح، عشان يعدي السيستم الفلتريشن بتاع السي في، لازم أن يكون السي في بتاعك
معمول فيه شويه حاجات معينه، دي اتكلمنا برضو فيها بالفيديو عن التفصيل، والصيغه بتاعته هتبقى عامله ازاي، والكلام هيبقى عامل ازاي، والفونت عامل ازاي، والكلام ده كله. لو حابب ممكن تروح تشوف الفيديو برضو. السي في رقم واحد، لان السي في هو الاي دي بتاعك. تخيل انت داخل الجوازات، او اول ما الظابط يشوفك مثلا، تمام، اول حاجه بيسال عليك ما بيقولكش انت ابوك مين ولا امك مين، يقول لك بطاقتك او باسبورك. وانت رايح الجوازات يقول لك الباسبور بتاعك. دي الهويه بتاعتك عشان يشوفك. بناء على الهويه هيبدا يحكم عليك. تمام. فانت ايه هويتك لما انت تيجي تقدم على الوظائف؟ انت الهويه بتاعتك السي في. والله السي في بتاعك منظم مرتب شكله كويس، معقول، تمام، ما فيهوش بهرجه كتير. انت مثلا لو شغال من عندك خبره خلال اقل من 5 سنين، اقل من 6 سنين، السي في بتاعك يبقى صفحتين. تمام. ماكسيمم. اكتر من كده، من 5 او من 6، مثلا 5 سنين ل 10 سنين، اكيد السي في بتاعك يبقى 3 صفح مثلا. تمام. بس 3 صفح فيهم الاكسبيرينس، ما فيهمش بقى قصه حياتي وانا كذا وكذا وكذا والكلام ده، لا. تمام. دي برضو حاجه حابب اوضحها لكم. خش على لينكد ان، تختار الدوله اللي انت عايز تروح تقدم فيها. لينكد ان في كل الدول. تمام. حابب تقدم في السعوديه، تقدم في الامارات، تقدم في الكويت، في كل حاجه هتلاقي موجود على لينكد ان. تاني حاجه للهوسبيتالي ذات نفسها، في ناكر جولف. تمام. ده موقع هو مخصوص برضو لمنطقه الخليج، للفنادق. تمام. وفي موقع كمان احاول ابقى احطه لكم على الديسكربشن او على الشات، اللي هو جلوبال او كارير جروب جلوبال. اعتقد كارير جلوبال. ده مخصوص برضو لمنطقه الجي سي سي في شغل الفنادق. تمام. من اول اوبريتور لحد الجي ام يعني. ماشي، اتفضل عدي، اتفضل عدي عشان ما تغلطنيش. استنى يا عم، انا مديك اشاره والله. تمام. هحط لكم الثلاثه برضو، ال3 مواقع دول في الديسكربشن، تخشوا بس على اللينك وتفتحوا عليهم وتبداوا تقدموا عليهم على طول. طبعا معانا انديد ومعانا بيوت. دول من اكتر 5 او اكتر توب 5 مواقع ممكن نقدم من خلالها. تمام. نرجع تاني، هتقدم على ايه؟ طب انا ما عنديش خبره. مش محتاجين خبره. عندك مثلا شغلانات زي التليفون اوبريتور، مش محتاج خبره. كونسيرج، مش محتاج خبره. ريسبشنست. تمام. ريسبشنست مش هيحتاج منك خبره، بس هيحتاج منك حاجتين: الشكل والاسلوب. تمام. بجانب طبعا اللغه الانجليزيه والكمبيوتر. وخلي بالك يعني، حتى لو انت مش هتعرف قد كده في الكمبيوتر، تمام، الحاجات دي كلها انت بتتعلمها يعني. ما حدش اتولد متعلمها. السيستم والبروسيجر والبي او اس، كل الكلام دوت انت هتتعلمه. سهله يعني. بس دي 3 4 شغلانات ممكن في الفنادق مش هيحتاجوا فيهم خبره خالص. تاني، تليفون اوبريتور ممكن تقدم عليها، ريسبشنست، تمام، او فرونت ديسك ايجنت، او جيست ريليشن. تمام. كل دي تحت مسميات واحده. ومعانا الكونسيرج طبعا. في ايه كمان ممكن تقدموا عليه؟ مش عايز ادخلكم في حته بقى لو انت عندكم ايه الحلال والحرام في الويترز، بس دي بيتقدم فيها طبعا خمور كتير، بلاش اللي احنا نتكلم فيها. انا ما بتكلمش دلوقتي في حرمانيه هل الفنادق حلال ولا مش حلال. ربنا يقدم لنا اللي فيه الخير يعني. تمام. لو انت حبيت مثلا تقدم على الاوبريتور، لو انت شغال قبل كده كاستمر سيرفيس، ان كنت اشتغلت في فودافون ايجيبت ولا في اورنج ولا حاجات من اللي هي بتاعه الاتصالات ديت، هتبقى كويسه جدا ليك. وحاول بقدر الامكان تاني في السي في. تمام. ما تخليش السي في متنوع، شغلانات كلها ملهاش علاقه ببعض، اللي هو يعني ما تخلوش سمك لبن تمر هندي. حاول تخليه كله حاجه واحده، اللي هو كاستمر سيرفيس. او لو انت شغال في الماركتنج، كلها في الماركتنج. لو انت مثلا شغال في السيلز، يبقى السي في كله سيلز، وهكذا، وتبدا تقدم عليه. فانت مثلا لو تقدم على ريسبشنست او تليفون اوبريتور، هتبقى هي سهله. انت كل اللي انت بتعمله، وحاول تقرا برضه عن، يعني ان شاء الله لما يجي لكم الانترفيو، حاول تقرا برضه عن الفندق، في كام غرفه، الكاتيجوري بتاعته، الريفيو بتاعتهم، اقرا عنهم برضو. كل ده ممكن تضيفه انت في خلال الانترفيو عشان تدي امبريشن كويس لما تيجي تعمل انترفيو. تمام. انت كتليفون اوبريتور بيكون المهام بتاعتك بسيطه جدا. في عربيه بوليس وفي رادار. ممكن نهدي شويه كده. يعني عربيات البوليس فيها ما شاء الله 9 كاميرات، 3 من ورا، 3 قدام، واثنين من كل جانب. يبقى كده كام؟ 8 مثلا. وانا لسه واخد مخالفه من 3 ايام.
ربنا يستر. تمام. فانت في الاوبريتور بترد على التليفونات، بتحاول التليفونات اللي تبقى الهب، انت بتكون السويتش ذات نفسه للفندق. لو حابب يتصل من بره، حابب يسأل على الجيست، طبعا بتتعلم ازاي تاخد الفيريفيكيشن، كان حد بيسأل على جيست، كان حد حابب يحول المكالمة، تعمل الويك اب كولز. في بعض التاسكات تانية انت بيضيفوها حسب من فندق للتاني. كنت انت مثلا بتعمل ابديت للروستر على الاتش ار بورتال. هي بتفرق من فندق للتاني الصراحة. تمام. فهي الشغلانه بتكون بسيطه جدا، بس في نفس الوقت مهمه، لان انت كل حاجه بتيجي من خلالك. تعلم طبعا الامرجنسي كولز، لو في لا قدر الله حاجه في الفندق، الكلام ده كله انت بتتعلمه كتليفون اوبريتور. تاني حاجه مثلا ريسبشن او ريسبشنست. ريسبشنست يعتبر من الشغلانات اللي هي بتبقى واجهه، تمام، وفيها تمثيل شويه. التليفون اوبريتور ممكن نقول الافريج بتاع السالري ليهم 1400 ل 1600 درهم في الشهر. تمام. ما تفتكروش دول قليلين، لا دول يعتبر بوكيت ماني، لان في شغل الفنادق، تمام، الفندق بيأمن لك السكن، بيعمل لك المواصلات، بيعمل لك الاكل، بيعمل لك الانترنت. فانت مش دافع اي حاجه، انت واكل شارب نايم رايح مواصلات انترنت، كل حاجه على حسابهم. وفي بعض الفنادق بتدي خدمه اللاندري برضه. اللاندري اللي هو انت تغسل اصلا الملابس بتاعتك في الفندق ذات نفسه، يعني كده كده السكن بيكون فيه الواشنج ماشين واللاندري روم والكلام ده كله. بجانب الفاسيلتيز، حسب بقى الفندق اللي شغال فيه، السكن بتاعك بيكون فيه زي حمام سباحه، زي بيكون فيه جيم طبعا. تمام. هو حسب الفندق اللي انت هتشتغل فيه. تمام. دي الافريج سالاري للتليفون اوبريتور. لو رحنا للريسبشن، الريسبشن هيبقى من 1800 لحد 2500، 1800 لحد 2500 حسب الفندق اللي انت شغال فيه. تمام. ريسبشن الصراحه دي من اجمل الشغلانات اللي انا اشتغلتها، كانت فتره جميله الصراحه، وشغلانه كلها يعني متعه. بتتعرف على الناس، تتكلم مع الناس، انت الواجهه، انت الهاب، كل حاجه جايه عليك، تشالنجز افري داي. من اجمل الفترات الصراحه اللي الواحد كان فيها. بس خلاص بقى الواحد يعني بيحاول يجو اون، وهي صعب اللي انت تكبر فيها شويه، لازم لها تطوير روح. لو انت هتبدا من ريسبشنست عشان توصل بعد كده للبوزيشن وهكذا وهكذا لحد ما تبقى دايركتور في رومز او حاجه زي كده، ممكن تاخد معاك 10 11 سنه يعني، يمكن اكتر. استنوا هنا عشان ممكن يكون في رادار برضو، خلينا نبطأ شويه. تمام. الرادار عدى، فاحنا نجري. ريسبشنست انت طبعا بتكون الفيرست بوينت اوف فيو، لما يكون اول جيست بيجي في الفندق انت اللي بترحب بيه، انت اللي بي اعتقد الدنيا ضلمه شويه فانا هسكت. تمام. الريسبشنست هو طبعا اللي بيكون فيرست بوينت اوف فيو، انت اللي بتويلكم الجيست اول ما بيكون عندك، انت اللي بتعمل له التشيك ان، تطلب منه الباسبورت، بعد كده بتديله الريجستريشن كارد يملاها، بتاكد معاه الحجز طبعا، لينس اوف ستاي، بتقول له على الانفورميشن بتاعت الفندق، ان كان في سيتي تاكس، ان كان في ديبوزيت المفروض تاخده منه، ان كانت الباكج بتاعته هاف بورد، بتقول لي انت بتدي له كل الانفورميشن ديت. بعد كده طبعا بتدي له مفتاح الغرفه. تمام. بعد كده ان كان في اي حاجه مع الجست طبعا بيجي عليك انت تاني في الريسبشن، يسالك عايز يتاكد ازاي يروح من المدينه. ده بيكون شغل اكتر الكونسيرج، اللي هو لو عايز يحجز في مطاعم او المدينه او حاجه زي كده، بس ستيل بعض الفنادق بتخليها مع الريسبشن. وطبعا لازم تكون انت عارف البرودكت اللي انت شغال فيه، لازم تكون فاهم الفندق جدا وعارف الفندق كل الفاسيلتيز اللي هو بيقدمها،
ودي طبعا مش هيجي من الاول، هتاخد وقت. كل ما انت عرفت اكتر كل ما قدرت انت تساعد الجست اكتر. من خبرتي اعتقد دي شغلانه للي حابب يساعد الناس، لان هي فيها مساعدات كتير جدا. تمام. لو انت مش حابب ان انت تساعد حد مش هتبقى كويسه ليك، بحيث ان انت برضو انت هي مش جنه. انت 70% من الجست اللي هيجي لك جاي يشتكي ان الغرفه مش كويسه، جاي يشتكي اللي فيه ليكج في الغرفه، جاي يشتكي الفيو مش كويس، جاي يشتكي ان الاكل مش عاجبه، جاي يشتكي اللي مفيش خدمه على البحر، جاي يشتكي اللي مش دي الباكج اللي انا حجزتها، جاي يشتكي اللي انا عايز انزل فندق تاني. فهي عباره عن شغلانه شكوى. فان كنت انت ما بتحبش تساعد الناس فدي مش هتكون ليك. تمام. انا مش بقول كل حاجه وردي في الفنادق، في جانب مظلم برضو، بس الفكره انا مش عايز اقفل الناس منها. بس اعتقد دي في كل الشغلانات هتلاقي الحلو هتلاقي الوحش يعني. بس انا برضو ممكن في حته الفنادق ما لقيتش حد بيتكلم كتير ايه الوحش اللي فيها. الوحش لو انت هتكون في ريسبشنست زي ما انا قلت لك، فيها شكاوي كتير جدا. خصوصا دلوقتي مع عصر الانترنت والريفيوز والاونلاين بوست والكلام ده كله، الناس بقت تخاف، والجست بقى رخم، بقى يهدد. عيني عينك انا هعمل ريفيو اونلاين وانا خدت بيكتشر، ويفضل يمشي في الفندق يدور على اي حاجه اي غلطه. تمام. علشان يصورها ويرفعها اونلاين عشان ياخد كومبنسيشن، اللي هو بقى رجعوا لي فلوسي، ادوني ليت تشيك اوت، ادوني ابجريد لغرفه تانية، ادوني فري ستاي نيكست ستاي. فاهم. فهو الناس دلوقتي بقت تدور ايه اللي موجود في الفنادق وتصوره، وتبدا تساوم عليه يعني. للاسف يعني ده معظم الجيش دلوقتي. برضو ممكن واحد يكون عذرهم شويه، الناس ممكن تكون بتحوش كتير خلال السنه كلها علشان يجوا بس الاسبوع دوت او حاجه زي كده. وانا بكلمكم كمان هنا في دبي يعني، مثلا الفندق اللي انا شغال فيه، انت عشان تيجي الناس بتدفع في الباكج في الاسبوع حوالي 15,000 استرليني 16,000 استرليني. ده الاثنين بس يعني، ده الفردين بس. تمام. زي ما قلت لكم انا شغال الحمد لله، ده فضل من ربنا عليا يعني. واحد من توب 10 هوتيلز ان دبي. فالاسعار بتبقى غاليه شويه. طبعا في فنادق تانية بس ستيل يعني، انت عشان تيجي دبي عايز لك 5,000 استرليني، 5,000 يورو حاجه زي كده. فطبعا الاكسبكتيشن بتكون فيري هاي اللي انت تدفع مبلغ زي دوت. تمام. فانا كده واو بقى رايح المفروض ابقى واخد كل حاجه. فعشان كده هو الشغلانه كلها بتبقى هيدك. بس في نفس الوقت بتلاقي بقى اللي بيجي اخر اليوم يتكلم معاك، اللي يهزر معاك. تمام. فبتلاقي اليوم عدى وتلاقي المشاكل دي بقت حاجه خفيفه. وخلي بالك اللي هتصبح فيه هتنام فيه، او اللي هتنام فيه هتصبح فيه. اللي هو انت مش عشان خلصت من جست لا، تاني واحد هيجي لك بنفس المشاكل بنفس كل حاجه. فانت هتبدا تتعلم وتبقى عندك الخبره الكافيه اللي انت ازاي تهندل الكلام ده كله. في بعض التاسكس تانية في ريسبشنست، لو حد حابب اكتب لي بس في الكومنت تاني، انا على طول الواتساب بتاعي متاح، انا هساعدكم مفيش مشكله خالص زي ما اتكلمنا قبل كده. لو حد حابب ارجع له السي في بتاعه مفيش مشكله مجانا. هسيب لكم الواتساب، وممكن تبعتوا لي السي في وخليني ابص لكم عليه ونشوفها. لو حد حابب برضو ازاي يقدم ومش عارف يقدم، هساعدكم برضو مفيش اي مشكله خالص. وهسيب لكم كل اللينكات وكل المعلومات الاضافيه في الديسكريبشن ده تحت. تمام. ممكن الفيديو الجاي ده كان فيديو سريع عن كده، ممكن المره الجايه نحكي على بقيه الشغلانات زي الكونسيرج، زي الجست ريليشن. تمام. وبعض الحاجات عنها. ولو حد جاله ان شاء الله زي اوفر انترفيو او ليتر اوفر ورايح الانترفيو، ممكن تبعتوا لي ونعمل زي انترفيو موك انترفيو مع بعضينا، واقول لكم برضو ايه النقط اللي ممكن انت تقولها في الانترفيو بتاعك. تمام. بالتوفيق. كان معكم محمد عبد الهادي. سلام.